امام عاشور اهلاوي لحد عام 2030. اي والله زي ما بقول لك كده، في ظل ان في لعيبه تانية عندنا في نادي الزمالك عمالين قاعدين على التيك توك وبيلموا فلوس عشان مش لاقيين فلوس. النادي الاهلي بيعلن تعاقد يعني مع او يمدد تعاقده مع اهم لاعب في مصر وفي افريقيا من وجهه نظري، امام عاشور. ده دليل على ان انجح اداره في افريقيا وفي مصر اداره النادي الاهلي. امام عاشور اللاعب الوحيد اللي تدفع فيه الرقم اللي هو عايزه. امام عاشور اللاعب الوحيد اللي عنده مقومات واساسيات مش موجوده عند اي لاعب في مصر في داخل قاره افريقيا. يعني انا بتكلم على داخل قاره افريقيا. كلنا شفنا النادي الاهلي بامام عاشور ومن غير امام عاشور. من غير امام عاشور النادي الاهلي بيفقد الكثير من قوته، وعايز اقول لك ان امام عاشور بيمثل للنادي الاهلي من وجهه نظري قوة 60%. خبر سعيد وخبر مهم جدا لكل جمهور النادي الاهلي، يعني حاجه تحتسب لكابتن محمود الخطيب ولاداره النادي الاهلي ان هم بيعملوا في صمت. يعني كل الناس كانت بتقول لك امام هيجدد، امام هيمشي، امام عايز مش عارف 30 مليون 40 مليون 50 مليون. انا لو رئيس نادي هقول لامام اقعد واللي انت عايزه شوف انت عايز ايه وخده. ليه بقى؟ لان اللاعب اللي انت مش هتحافظ عليه دلوقتي امام عاشور مش هينفع تعوضه، يعني مش هتعرف تجيب زيه. حتى لو بعته هتدفع كام وتعوضه؟ مش هينفع. زي كده وسام ابو علي لما خرج من النادي الاهلي، النادي الاهلي حتى الان مش عارف يعوض وسام ابو علي. وعايز اقول لك ان فشل نادي الزمالك في السنين الماضيه هي عدم الحفاظ على القوام الاساسي وعدم تجديد اللعيبه المهمه اللي احنا ما بنعرفش اصلا نحافظ عليهم ولا بنعرف نجدد لهم عقودهم، من اول ساسي لمصطفى فتحي لاوباما لامام عاشور لبن شرقي. هتفضل تعد من هنا لسنين قدام. فعايز اقول لك انها حاجه تحسب للنادي الاهلي. الف مليون مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. وحاجه بصراحه ان امام عاشور يكمل مع النادي الاهلي فدي حاجه اضافه قويه جدا جدا، واهم من 100 صفقه النادي الاهلي عملها السنه دي. عايز اقول لك ان خبر تجديد امام عاشور عند الاهلاويه كان اهم من اي صفقه هم اتعاقدوا معاها السنه دي، وده يدل على نجاح اداره النادي الاهلي.